اول نقطه، هو لو وسام بعد الشهر اتصاب من هنا لحد يناير، هل انا هلعب على كهربا بس والناشئ اللي معايا ده بس وعلى طاهر يسوي ملط؟ مش منطقي. يعني في لجنه تخطيط عندنا وهي بتخطط كده وبتكتب وبتعمل، خدت بالها من الحته دي ولا احنا بس بنتكلم نفسينا؟ النقطه الثانيه، هو من اول هنا او من اول النهارده لحد يناير احنا عندنا سوبر افريقي وسوبر مصري وانتر كونتيننتال، فهل السكواد اللي معايا ده ماشي يا عم؟ السوبر المصري ماشي والسوبر الافريقي ماشي، ربنا هيكرم، بس هل السكواد اللي معايا ده هيسد في انتر كونتيننتال؟ اعتقد لا. يا عم بطل تشاؤم وبطل مش عارف ايه يا جماعه، لا بجد معانا في فرقه قويه، ابطال اوروبا وابطال اسيا وي هتلعبوا فرقه تقيله يا جدعان، فاعتقد الكلام ده هيبقى صعب شويه. طب انا هقول لك على نقطه تانية خالص بقى، المفروض احنا بقى نتعلم منها في كل اجنده دوليه، لازم بنتصاب، يعني لازم بنروح لهم، بنودي المنتخب المصري 7 لعيبه بيرجعوا 5. احنا دلوقتي عندنا في توقف دولي برضو قبل يناير، هل عملت حساب الاصابات اللي هتحصل دي؟ لا. طب يا ابني كان انت خدت القرار ده على اساس ايه؟ اذا انت اداره وانا جمهور، انت شايف حاجه انا مش شايفها، هتتحاسبوا حساب صعب. احنا جايبين بطولات السنه اللي فاتت كلها والدنيا حلوه، مش عارف انا ماشي مفيش مشكله، بس الجمهور ده ما بيشبعش، وكمان احنا هنلاعب الزمالك وعندنا سوبر مصري وعندنا انتر كونتيننتال، فالحساب هيبقى عسير.